أسعد الله صباحكم متابعي الكرام على قناة الشاشة تي في هذا الخبر. غرق موظف شرطة بشاطئ الحوزية بإقليم الجديدة. نقلا عن مصادر مطلعة، علمت الجديدة 24 أن موظف شرطة لقي مصرعه غرقا صباح يوم الأحد في ظروف غامضة بشاطئ الحوزية قبالة مقهى سندس بالجامعة الترابية الحوزية بإقليم الجديدة. الحادث المأساوي استنفر السلطات المحلية وعناصر الدرك الملكي والوقاية المدنية بالمنطقة، حيث تمكن معلم السباحة بعد جهد كبير من انتشال الغريق قبل أن يتم نقله على وجه السرعة إلى مستعجلات المستشفى الإقليمي محمد الخامس بالجديدة، حيث أسلم الروح لبارئها. ووفق ذات المصادر، فإن الهالك يبلغ من العمر 36 سنة، ويعمل مفتش شرطة ممتاز بمطار محمد الخامس بالدار البيضاء، وينحدر من مدينة برشيد. وقد تم إيداع جثة الهالك رهن التشريح الطبي بمستودع الأموات بالمستشفى الإقليمي، بينما جرى فتح تحقيق تحت إشراف النيابة العامة لتحديد الظروف والملابسات المحيطة بهذه الوفاة.